السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي. النهاردة فيديو جديد يا رب يعجبكم. النهاردة بقى هوريكم حبة مشتريات حلوة جدا وأسعار كويسة، مش غالية قوي زي ما بشوف بره، إلى حد ما أسعار حلوة يعني على قد الإيد. زي ما انتوا شايفين كده معايا، أول حاجة دي سجاد. لو تعرفوا السجاد اللي هو بيتعمل على النول، اللي هو السجاد اليدوي. عايزه اقول لكم خامته حلوه جدا، وعامله زي القطيفه، معموله من قماش قطيفه. بصوا درجات الوانها حلوه جدا وفي منتهى الجمال. زي ما انتوا شايفين كده، دي 70 سنتي في طول 2 متر. تقدري بقى تحطيها على ركنه، تقدري تفرشيها في الارض. يعني ليها استخدامات كتير. مثلا في طرقه بتاعت اوضه نوم، في بلكونه، لكنب. بصوا الطول بتاعها، طولها حلو جدا. وبصوا بقى كمية الالوان اللي فيها، يعني عايزة اقول لكم حلوة وما شفتش يعني زيها قبل كده بصراحة. يعني انا اعرف السجاد اللي هو بيتعمل على الايد، دي بتبقى اشكال تانية اللي هي عبارة عن خطوط، خط مثلا احمر، خط ابيض كده يعني. تمام. عجبني شكلها. دي كان سعرها 150 جنيه. جبت بقى منها اتنين. دي كده التانية. بصوا جبتهم قريبين الى حد ما من بعض، هو في اختلاف بس بسيط، يعني واحدة غامقة شوية عن واحدة بس. يعني محدش يعني ملاحظ ان هي يعني الاتنين في اختلاف ما بينهم، الالوان كلها قريبة من بعض. بصوا عايزه اقول لكم جميله جدا وشيك جدا. عملت ايه بقى؟ انا كنت الاول جايباها على اساس ان انا هحطها غيار للركنه. تمام. فانا عندي هنا في اوضه النوم ما عنديش غيارات للسجاد، ففكرت ان انا احطها كده للطرقه، يعني وجايه بالظبط، يعني جايه المقاس مظبوط. تمام. عايزه اقول لكم انا دايسه عليها كاني دايسه على سجاد اللي هو وبرته عاليه جدا، يعني الوبره رجلي بتغرز وانا دايسه عليها. اولا لقيت شكلها حلو، وممكن بعد كده ابقى اجيب غيار تاني للركنه عادي، مفيش مشكله. تمام. جبت ايه تاني؟ جبت اللي هي بديل السجاد. جبت اللي هي بديل السجاد. جبت اللي هي طولها متر في 3 متر. عايزه اقول لكم مش اللي هي 3 دي، لا، اللي هي ليها وبره من فوق. تمام. بصوا الظهر بتاعها اللي هو بيثبت في الارض، يعني بتحطيها لا بتتحرك كده ولا بتتحرك كده. عايزه اقول لكم لونها جميل. انا كنت الاول مفكراها ان هي رصاصي في نبيتي يعني، بس بصوا هي مديه الكافيهات وداخل فيها اللون اللي هو النبيتي. تمام. جبت بقى منهم اتنين، قلت هفرشهم في الطرقه زي ما انتم شايفين كده. انا عندي الطرقه حوالي 7 متر، فطبعا دول اتنين يعني 6 متر. فطبعا في فارق من قدام ومن قدام ومن ورا. تمام. ده ممكن احط له اي مشاية صغيرة او كده، و يعني هحاول اعالج الموضوع. تمام. فانا حطيتهم يعني وسطنت كل واحدة كده في النص، قلت بحيث ان هي تداري اكبر، يعني اكبر مساحة. تمام. وده كده شكلها بعد ما فرشته. عايزه اقول لهم لونهم حلو قوي. وعايزه اقول لكم كمان يعني برضك دايسه عليهم الوبره بتاعتهم حلوه، مش اللي هي السري دي اللي هي ما فيهاش وبره خالص، لا اللي دي ليها وبره. بصوا هنا عندي طبعا هنا مش مكمله بقيه الطرق، فهحط لها مشايات زي ما انتم شايفين كده. هنا بقى جبت ايه تاني؟ كان نازل عروض بقى على حاجات كده، يعني لوازم البيت. زي ما انتم شايفين كده، جبت اللي هو بمسح بيه الازاز. كان نزل العرض عليه الاتنين مع بعض عاملين 20 جنيه. بصوا هنا بقى جبت طبعا شاور وبلسم وشامبو. الجيركن ده طبعا زي ما انتوا شايفين، ده بلسم بالعسل. الجيركن الواحد عامل 50 جنيه. بره يعني في اماكن تانية اقل حاجة 70 جنيه الجيركن الواحد. تمام. عايزه اقول لكم انا استخدمته حلو جدا يعني بينعم الشعر. ده بقى الشامبو. بصوا بزيت الحيه، حلو جدا وبيغذي الشعر يعني. عايزه اقول لكم يعني بيقعد عندي فتره، لما بجيب الشامبو والشاور والبلسم بيقعدوا عندي يعني مده طويله. فبحب دايما اجيب اللي هي الجراكن دي اخليها عندي في البيت.
تمام. ده بقى الشاور بالعطور الفرنسيه، عايزه اقول لكم ريحته روعه، ريحته حلوه جدا. طبعا الحاجات دي لازم يعني ضروري ان احنا نجيبها في البيت. تمام. هنا بقى كان عاملين برضو عرض على الشامبوهات اللي هي الازايز اللي زي دي، اسمها سيف هير. عايزه اقول لكم حلو جدا وبينعم الشعر، ده شامبو. بس للاسف يعني ما بيدوش الواحد اكتر من علبه واحده، يعني انا لو دخلت بجيب علبه واحده. تمام. فاضطريت ان انا اخلي ابني كان معايا، دخل تاني جاب لي يعني كذا علبه منه. تمام. ده بزيت الزيتون، عايزه اقول لكم نازل عليه عرض ب30 جنيه العلبه. تمام. ده زيت فاتيكا بالارجان، دي الواحده عامله 10 جنيه. تمام. ايه تاني؟ ده بلسم سباركل، برضك كانوا منزلين عليه عرض عامل 35 جنيه، حلو جدا. برضك بينعم الشعر حلو يعني، وبيديله كده حيوية بجد، يعني انا جربته حلو جدا. تمام. جبت برضو الجل ده كان معمول عليه عرض ب30 جنيه برضو، طبعا جايباه لابني. تمام. جبت برضو علبة تانية من الشامبو، ده بقى بالثوم زي ما انتوا شايفين كده، وخلاص الثوم برضو يعني عايزه اقول لكم حلو، يعني اسعار عايزه اقول لك لو انا هجيب الحاجات دي من بره هجيبها برضو اغلى من كده. ده بقى بلسم. تمام. مش عارفه اسمه ايه بالظبط، او يعني متهيألي ان انا ما شفتش اسمه قبل كده. تمام. ده عامل 35 جنيه العلبه دي كلها. تمام. تعالوا بقى مع بعض نشوف جبنا ايه تاني. جبت المخمريه دي، عايزه اقول لكم ريحتها تحفه يا جماعه، تحفه بجد. يعني انا ما شفتش مخمريه، يعني مهما اجيب مخمريات ما شفتش بالريحه دي والثبات ده. تمام. هي العلبه بتاعتها كده معدن اهي، دي كده شكلها من جوه، طبعا انا واخده منها قبل كده. بصوا يعني عباره عن، يعني لا هو كريم، هو شكله الفوزلين بس ملمس الكريم، ريحته ثابته جدا وبتدي يعني ريحه جميله بصراحه. تمام. دي كانت عامله 35 جنيه. ماشي. جبت برضو المسكرة دي ام ان. تمام. جبت دي شكلها كده من جوه. عايزه اقول لكم برضه حاجات ام ان كلها جميله، وطبعا دي ووتر بروف ضد الميه زي ما انتوا شايفين كده. دي المسكرة. تعالوا بقى نشوف جبنا ايه تاني. جبت بقى الايلاينر ده برضو، مرضتش اجيب اللي هو القلم، بحب انا اللي هو الريشه، بيبقى برضو حلو جدا وبيبقى برضو ضد الميه. عايزه اقول لكم بصوا انا من الصبح حاطه على ايدي وانا بجربه ولسه ثابت معايا لغايه دلوقتي. هوريكم برضو اسمه كده على العلبه اللي حابب يجيب. ده مش ام ان، ده نوع تاني. اهي العلبه هوريها لكم برضو اهي. جبنا ايه تاني؟ جبت بيرفن، دي تركيبات طبعا. عايزه اقول لكم برضك ريحتها حلوه. تملي الازازه بقى على حسب ما انت طبعا عايزه الكميه اللي عندك، في ازايز ب50 وفي 100 وفي اغلى من كده. ودي كانت بقى مشتريات النهارده، يا رب الفيديو يكون عجبكم، وما تنسونيش بقى في اللايك والشير. ولو في اي سؤال عايزين تستفسروا عن اي حاجه اكتبوا لي في الكومنتات، واقول لكم بقى مع السلامه. وان شاء الله استنوني في فيديوهات تانية روتينات، مشتريات ان شاء الله هنزل لكم كل حاجه جديده واقول لكم بالاسعار. مع السلامه.